السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا جماعة فكرتوا قبل كده ليه الواحد أوقات بيكون زعلان أو مكتئب في أغلب الوقت؟ يعني الموضوع ممكن يكون بسيط جدا، زي إنك تكون قاعد في البيت فجأة وتحس بحزن عميق، أو ممكن تكون بتعمل حاجاتك اليومية وبرضه بتحس إن الدنيا كلها تقيلة عليك. طب ليه ده بيحصل؟ وإيه اللي بيخلينا نحس بالحزن ده في أغلب الوقت؟ في الفيديو ده هنتكلم عن الاكتئاب، عن الزعل اللي بيمر بيه ناس كتير مننا، وعن الحاجات اللي بتخلي الواحد يحس إنه مش قادر يتعامل مع الحياة. بص يا صاحبي، في فرق كبير جدا بين انك تكون زعلان شويه عشان حاجه حصلت في حياتك وبين الاكتئاب. الزعل العادي بيجي ويروح، ممكن تزعل شويه عشان موقف معين وبعد كده تعدي، لكن الاكتئاب اعمق واطول من كده بكتير. هو حاله بتستمر معاك لشهور وساعات لسنين، مش شرط يكون لها سبب واضح. تحس انك فاقد الرغبه في كل حاجه، حتى في ابسط الحاجات اللي كنت بتستمتع بيها. تخيل كده واحد كان بيحب يلعب كوره مع اصحابه، بس بقى يحس ان مفيش اي دافع انه يروح يلعب. الاعراض بتاعت الاكتئاب ممكن تكون مختلفة من شخص للتاني، بس في حاجات بتتكرر عند ناس كتير. أول حاجة الشعور المستمر بالحزن، أو الإحساس إن الدنيا كلها واقفة. يعني تحس كده إنك مش قادر تفرح ولا حتى بأي حاجة بسيطة، زي ما يكون بتبص على الدنيا من ورا إزاز مغيم. حتى الحاجات اللي كنت بتحبها زمان ما بقتش تفرق معاك. في كمان الإرهاق المستمر، يعني مهما نمت تحس إنك تعبان. في ناس بيجي لها مشاكل في النوم، يا إما تنام كتير جدا يا ما تعرفش تنام خالص، وقاعد طول الليل يفكر. ده غير ان في ناس بتفقد الشهية تماما، مش قادر ياكل، كل حاجة بقت ملهاش طعم. وناس تانية العكس بيلجأوا للاكل علشان يهربوا من الاحساس ده، زي لما تلاقي نفسك فاتح التلاجة كل شوية بدون سبب حقيقي. غير كده الاكتئاب ممكن يخلي الشخص يحس ان ملوش قيمة، بيبدأ يفكر في حاجات زي ان انا مش هعمل فرق او انا عبء على اللي حواليا. وده اخطر جزء، لان الافكار دي بتوصل لمرحلة خطيرة جدا احيانا. اول حاجة لازم نفهمها ان الحزن والاكتئاب ممكن يجي من غير سبب واضح. يعني ممكن تصحى الصبح وتلاقي نفسك مش قادر تفرح حتى لو كل حاجة حواليك كويسة. ده بيحصل لأن المشاعر بتاعتنا أوقات مش مرتبطة بالأحداث اللي بتحصل حوالينا بشكل مباشر. ممكن تكون نتيجة تراكمات أو ضغوط نفسية على المدى الطويل. تخيل نفسك شغال طول الأسبوع، ضغط الشغل والدراسة ياكل منك حتة حتة، بتعمل اللي عليك لكن مفيش حاجة بتخليك مبسوط بجد. مع الوقت الضغوط دي بتتراكم وبتحس إن الدنيا كلها وقفت عليك، وده بالظبط بيخلينا نحس بالحزن أغلب الوقت، لأننا بنكون شايلين على قلبنا حاجات كتير. خلينا نتكلم عن الحاجات اليومية اللي بتزود احساس الحزن والاكتئاب. اول حاجه هي الروتين، يعني انت كل يوم بتصحى تروح الشغل او الجامعه، ترجع البيت وتعيد نفس اللي بيحصل مره تانية. مفيش جديد في يومك، مفيش تغيير. الروتين ده بيقتل الشغف اللي جوانا. الحاجه التانية هي وسائل التواصل الاجتماعي. السوشيال ميديا ممكن تكون وسيله تواصل، بس كمان بتخلي الواحد يقارن نفسه بغيره طول الوقت. تلاقي نفسك بتشوف الناس عايشه حياتها على الفيسبوك او الانستجرام وكلهم مبسوطين وناجحين، وانت قاعد قدام الشاشه تحس انك مش قادر توصل لنفس المستوى ده. غير كده الناس اللي حواليك ساعات بيكونوا مصدر كبير للإحباط من غير ما ياخدوا بالهم. ممكن حد يقول لك كلمة بسيطة بس هي تكون السبب في إنك تحس بالحزن طول اليوم، أو إنك تحاول تحقق حاجات معينة، وكل ما تفشل تلاقي الناس بتهدك أكتر ما بتدعمك. أوقات كتير جدا تلاقي نفسك مش قادر تركز في شغلك أو دراستك أو حتى حياتك الاجتماعية، ومش عايز تقابل أي حد، أو حتى لو قابلت ناس تلاقي نفسك سرحان مش مهتم بالكلام اللي بيتقال. زي لما تبقى قاعد في وسط أصحابك وكلهم بيتكلموا وبيهزروا وأنت حاسس إنك بره الحوار تماما. تأثيره كمان على العلاقات الشخصية بيبقى صعب جدا. تلاقي نفسك مش قادر تهتم بحد، حتى أقرب الناس ليك. زي واحد كان دايما بيهتم بشريك حياته، بيسأل عليها وبيشاركها في كل حاجة، وفجأة بقى مش مهتم، مش عشان مش بيحبها بس لأنه مش قادر يتفاعل عاطفيا زي زمان. ده غير إن الاكتئاب ممكن يكون ليه تأثير على الصحة الجسدية، زي ما قلت لك إنك ممكن تلاقي نفسك بتعاني من صداع مستمر أو مشاكل في الهضم أو حتى وجع في الجسم من غير سبب واضح. الجسم والنفسية مرتبطين ببعض جدا، ولما النفسية تتعب الجسم كمان بيتأثر. ساعات الاكتئاب بيجي لما الواحد يحس انه فقد شغفه بالحياة. يعني فاكر لما كنت بتحب تعمل حاجة زي هواية او رياضة، ومع مرور الوقت الحاجات دي بقت مملة بالنسبة لك، ده بسبب انك فقدت الشغف، ما بقاش في حاجات تفرحك. ده من اهم الاسباب اللي بتخلي الواحد دايما مكتئب. كمان فقدان الهدف، الواحد لما يكون مش شايف حاجة بيحاول يوصل لها بيحس ان حياته مش ليها معنى. الهدف هو اللي بيدينا دافع نتحرك كل يوم. لما الهدف ده يضيع او يختفي الحياة بتبقى
بتبقى كلها متلخبطه. في نقطه مهمه جدا هي ان الماضي بيأثر علينا بشكل كبير اكتر مما نتخيل. حاجات حصلت لنا زمان زي علاقه انتهت او تجربه فشلت بتفضل موجوده جواك وبتأثر عليك. الذكريات دي حتى لو كانت بعيده بتخلي الواحد يعيد التفكير فيها كتير، وده بيزود احساس الحزن. احنا ساعات بنفضل عايشين في الماضي بدل ما نركز في الحاضر او نفكر في المستقبل، وده بيخلي الاكتئاب يسيطر علينا بشكل اكبر. خليني اقول لك شويه اعراض لو حسيت بيهم يبقى غالبا انت في مرحله من الاكتئاب. اول حاجه هي انك بتحس انك دايما حزين حتى من غير سبب. تاني حاجه هي انك بتفقد الاهتمام لحاجه انت كنت بتحبها، بتبقى مش قادر تركز في اي حاجه حتى لو كانت بسيطه. النوم كمان بيأثر، يا اما بتنام كتير جدا او بتلاقي نفسك مش قادر تنام خالص، ده غير التعب الجسدي اللي بتحس بيه حتى لو مفيش مجهود كبير. طيب نعمل ايه عشان نقلل من الاحساس ده؟ اول خطوه هي انك تعترف بالمشكله. ما تخافش انك تقول انك حاسس بالحزن او الاكتئاب، دي مش حاجه تخجل منها. بعد كده حاول تخرج من دايره العزله، اتكلم مع حد من صحابك او عيلتك. كمان الرياضه لها تاثير ايجابي كبير على نفسيتك، مش لازم تكون رياضه عنيفه، مجرد انك تمشي او تتحرك في مكان هادي هيحسن مزاجك. واخيرا لو حاسس ان الموضوع بقى تقيل عليك ما تترددش انك تتكلم مع مختص نفسي، مش عيب انك تطلب المساعده. في النهايه يا صاحبي الاكتئاب مش ضعف، هو مرحله ممكن تعدي على اي حد مننا. المهم انك ما تستسلمش ليه وانك تحاول تخرج منه باي طريقه. الدنيا مش دايما هتفضل كده وكل حاجه ممكن تتحسن مع الوقت. ما تنساش دايما انك تستمر في المحاوله لان الحزن مش هيبقى طول العمر. شكرا ليك على وقتك واتمنى انك تكون استفدت من الفيديو ده، ولو عجبك المحتوى اللي بنقدمه ما تنساش الاشتراك واللايك. سلام.